إذا كان الطبيب السوري المغترب قد نجح في إثبات ذاته مرات ومرات حتى تفوق أحيانا كثيرة على أقرانه من أبناء المجتمع المضيف، محولا تحديات الغربة إلى فرص برزت فيها جيناته الحضارية، فجمع بين البراعة والأخلاق والإنسانية. فهل من الممكن استثمار خبراته في الدعم الطبي وتطويره فعلا وقولا؟ وما أهمية التشاركية مع أطباء المهجر لدعم القطاع الصحي؟ وكيف السبيل للاستفادة من الخبرات الطبية السورية في المغترب؟ وما هي الآليات والحلول بهذا الشأن في وقت تبرز فيه حاجة الوطن إلى خبرات أبنائه، كل أبنائه؟ حلقة جديدة من جذور على وشك البداية، مرحبا بكم. مساء الخير مشاهدينا مرة جديدة وفي حلقة جديدة لجذور لهذا الأسبوع نضيء الضوء ونسلط الضوء على التجربة الاغترابية الطبية السورية مع كل من السادة الضيوف. من الولايات المتحدة الأمريكية معنا الدكتور مشهور يوسف، أخصائي في أمراض الدم والسرطان وزرع نقل العظم. ومن فرنسا معنا الدكتور معن يوسف، أخصائي أمراض الكلية وارتفاع ضغط الدم واختلاطاته القلبية. أما هنا في استوديو جذور فيسرنا أن نرحب بالدكتور محمد عواق، أخصائي في معالجة الأورام، معاون مدير عام مشفى البيروني. مساء الخير لكم ضيوفي الأعزاء، ودعنا نبدأ من عندك دكتور مشهور. بداية حدثنا عن تجربتك الاغترابية لو سمحت. مساء الخير لك وللأعزاء المشاهدين ولضيوفك الكرام. أهلا بك. محمد عواد. أنا خريج جامعة تشرين، تخرجت عام 1989، قدمت للولايات المتحدة عام 1990. طبعا ضمن الولايات المتحدة قبل أي اختصاص أمراض الداخلية هو الاختصاص الأول عادة، وحصلت على اختصاص أمراض داخلية في عام 1994. ثم دخلنا باختصاص أمراض الدم وأمراض سرطانات زرع نقل العظم عام 97 وعام 98. حصلت على بورد أمراض داخلية وأمراض الدم والسرطانات. ومنذ 18 عاما ما ينيف أنا حاليا رئيس قسم الأورام بمركز ريفرسايد كانسر سنتر بولاية فيرجينيا، وأشتغل كطبيب مختص في مجال أمراض الدم والسرطانات والأبحاث العلمية المتعلقة بها. نعم. أيضا يعني دكتور معن لو سمحت هيك لمحة بسيطة عن تجربتك الاغترابية الخاصة لو سمحت. أولا بدي لك مساء الخير لحضرتك وللضيوف الكرام ولكل المشاهدين الإخبارية بسوريا وبالعالم كله.
الحقيقة مشان بهنيكي على عنوان إذا بتسمحي لي قبل ما أحكي عن حالي أحكي عنك شوي عن عنوان البرنامج جذور. كثير اسم جميل والمقدمة جميلة جدا. يعني أنا لما عم بحضر المقدمة نسيت على شو بدي أحكي وتذكرت يعني قول الشاعر أبو تمام: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. فحنيننا نحن دائما رغم الاغتراب لسوريا هي بلدنا ووطننا الأم. يعني صحيح، هذا الهدف دائما من كل حلقة دكتور، أن نكون معا يعني ونحيي هذه الجذور التي كلنا نشأنا منها وخرجنا منها، وبالتالي كل نجاح وكل ربما تطور ننجزه في حياتنا فيعود بلا شك إلى فضل هذه الجذور علينا. تابع لو سمحت. بالضبط. أنا درست في جامعة تشرين، تخرجت بعام 1989 من كلية الطب بجامعة تشرين، وبعدها بكم شهر سافرت على باريس على فرنسا. طبعا كانت الفكرة انه نجي على فرنسا نعمل اختصاص 4-5-6 سنين مثل بقية الأطباء ونرجع. لكن اللي بيصير بالغربة انه واحد بالحياة اليومية وبعدين الحياة الاجتماعية فبيضل يعني بيستمروا لحد الآن راحت معنا فوق 30 سنة. عملت اختصاص أمراض كلية بجامعة باريس الخامسة، خلصت بال94. بعدين عمقت الاختصاص في أمراض الكلية عند الأطفال وبارتفاع ضغط الدم وتأثيراته الكلوية والقلبية الوعائية كمان. أنا أعمل في مشفى بونتواز بالريجيون باريزيين من 95 كاختصاصي، ومسؤول هلا عن قسم الأمراض الكلية الخارجية. والحمد لله يعني من لما جيت على الغربة وأنا يعني زياراتي ما انقطعت على سوريا، يعني مرة أو مرتين على الأقل، وقريبا إن شاء الله بكون يعني بالربيع إن شاء الله. أهلا بك وبانتظارك أيضا نستضيفك هنا في برنامج جذور بكل سرور. طيب دكتور محمد، يعني قبل الخوض في تفاصيل وربما فحوى هذه الحلقة من برنامج جذور وهي التشاركية المعينة التي طبعا يعني يسعى عليها كل سوري واستفادة من خبرات واستثمار خبرات الطبيب المغترب، كيف أعطينا لمحة لو سمحت عن طب الأورام في سوريا عامة ومشفى البيروني خاصة؟ تمام. بالبداية بحب مسي على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، على زملائنا الدكاترة في المغترب. كمان نحن بنحب نقول لهم أكيد نحن ناطرين زيارتكم كمان ونتشرف بهذا الشيء. هلا بالنسبة لطب الأورام بسوريا، خلينا نقول طب الأورام اليوم أصبح له قسم خاص ضمن جامعة دمشق في كلية الطب البشري اسمه قسم الأورام. هذا القسم تم استحداثه، كان عبارة عن علم الأورام عبارة عن محاضرات مرفقة ببعض الاختصاصات الطبية الداخلية والجراحية. أما الآن فهو قسم مختص بذاته، عم يكون فيه تقسيمات عن البيولوجيا الأورام، عن الطفرات، الجينات، أنواع العلاجات الدوائية، أنواع العلاجات الجراحية، أنواع العلاجات الإشعاعية الأخرى المختلفة. لدينا بما يخص علاج الأورام يوجد مشفى البيروني الجامعي، هو المشفى المركزي المرجعي التخصصي، هو مشفى علمي أكاديمي خدمي يقدم الخدمات المختلفة منذ بدء التشخيص لمريض الأورام حتى كافة المراحل العلاجية بشكل مجاني يقدم لكافة مرضى الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم. طبعا المشفى عم يقدم خدمات كتير كبيرة وخدمات كتير جليلة، عم يتلقى عدد هائل من المراجعين، فنحن عم يكون فيه يعني اليوم علاج الأورام عم يتم ضمن فريق علمي أكاديمي من ذوي الاختصاصات المختلفة بوحدات تخصصية ضمن المشفى، عم يكون فيها مختلف الأطباء من مختلف الاختصاصات سواء العلاجات الدوائية أو الشعاعية أو الجراحية، وكذلك أطباء التشخيص الشعاعي، ليتم وضع بروتوكول مثالي وخطة علاجية مناسبة لكل مريض على حدة بشكل مختلف عن كل مريض. نعم دكتور، مشهور بلا شك كل طريق طبي سواء أو غير ذلك في الحياة يتخلله صعوبات ومعوقات. ماذا عن الصعوبات والمعوقات التي واجهتها حضرتك في إثبات ذاتك في المجتمع المضيف وهو الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا بالبدايه نحن بجامعه تشرين وبعتقد بكل جامعات السوريه كان الدراسه كان باللغه العربيه تماما، كان المصطلحات اللاتينيه طبعا نعرفها وحتى اللغه الانجليزيه من الناحيه الادبيه كنا عندنا اطلاع عليها، بس طبعا انه تمارسي اللغه مع الناس العاديين ومع التواصل باستمرار كان هاي احدى الصعوبات اللي استمرت لبضعه اشهر فقط لا غير. الصعوبه الثانيه كانت بالنظام العلاجي المختلف تماما على الاقل ضمن الولايات المتحده الامريكيه عن سوريا.
النظام العلاجي هنا لا يضمن فقط معالجه المريض، ولكن الاهتمام بالجوانب الثانيه، الجوانب الاجتماعيه. المريض ممكن ما يكون عنده حدا يعتني فيه، مثل عندنا بسوريا الاهل ما بيكونوا موجودين، او عندهم حتى مكان ممكن يروح عليه بعد العلاج. فبدك تعاملوا مع الباحث الاجتماعيه، مع مخططي تخريج المرضى، وحتى من ناحيه التامين تامين له المتطلبات العلاج ومتطلبات حتى ما بعد العلاج. الامور كانت جديده علينا، يعني طلبت منا بعض التاقلم بالبدايه، فهي كانت بعض الصعوبات. نعم. طبعا نحن كنا عم نحكي على الطبيب السوري وليش انه لازم يبدع بس يطلع. طبعا هذا ما نعاد للطبيب السوري بس، الانسان السوري بحد ذاته بتنشئته معروف بحبه للتحدي الصعب، عبر موروث تاريخي عبر آلاف السنين، وبتحلي باعتداد بالنفس والكرامه وحب التفوق باي مجال بيتبع فيه. بس في جانب ثاني كثير مهم، نحن بعتقد يعني معظم الناس لما بتترك البلد وبتطلع خاصه حاليا، كل واحد منا في داخله طارق بن زياد، يعني بيكون حارق مراكبه وطالع، بيكون العائله والاهل والناس كلهم تقريبا سخروا كل ما يملكوه من اعداده للسفر ونفقات التعلم ونفقات الدراسه البدايه حتى يوقف على رجليه. وبتصير بهالحاله الشعور بالمسؤوليه شعور مضاعف، مسؤوليه للتفوق واثبات النفس، بس كمان لشعور بالمسؤوليه تجاه الاهل والناس اللي تركهم وراه مشان ينجح ويحاول يعوضهم عن التضحيات الجسيمه اللي اعطوه ويعوض اهله ويساعدهم. هذا منظور ثاني. نعم. ايضا نعم تفضل تابع. المنظور الثالث اللي لمسته كمان هون، وهي شغله كثير مهمه، الطب في كثير من الاحيان خاصه بالخارج عباره عن بزنس. يعني المريض ممكن يجي يقعد مع المريض في وقت محدد وهيك شيء. عند الاطباء الاجانب بالذات الاطباء السوريين، يعني احنا ما بنعالج المرض، بنعالج الانسان. يعني بنهتم بجوانب المعاناه الجسديه، وكمان معاناه كمان من الجوانب العقليه والنفسيه والعاطفيه، وحتى معالجه الاهل احيانا بيكونوا عندهم حاله قلق اكثر من المريض. فبين الناحيه هي بالذات يعني انه مقاربه الحالات بالناحيه الانسانيه، واعطاء المريض حقه من الكلام وتفسير الاعراض وعدم تحديده بوقت محدد، وتبين بالنسبه له ان انت عم تحب تشتغل معه بشكل اصيل، يعني ما عم تتعامل معه كرقم او كرمز. كثير هذا بيعزز الثقه بين المريض والطبيب وبيساعد حتى على العلاج. وانا لاحظت بالبدايه، طبعا ببدايات عملي، بتحسي المريض جاي لعندك وهو عنده شوي من الوجل والتردد، لانه دكتور جديد اسمه غير مألوف، حتى عنده لكنه، يعني بيكون شوي مضطرب. بس لما بتقعدي معه بتحكي معه وبتهتمي بكل جوانب حياته، بتحكي مع الاهل، بتعطيه وقت، بتعزز الثقه. وكثير عندي من الحالات يعني كنا عارف مثلا الزوجه والزوجه فتره يصير في اضطراب عند افراد ثاني من العائله، احيانا يكون عندي 3 أو 4 افراد من العائله، يعني هي ثقه مفرطه. وحتى بتعطيكي كمان للطبيب اللي بيحول لك كمان، لما بتكون الفيدباك بالنسبه لهم ايجابي بصير يحولوا لك، وبعد فتره بتبني السمعه وخلص بتصير سمعتك لحالك كافيه. ومن الطرافه انه كثير احيانا من المرضى كانوا بعد فتره لما بدي احولهم على استشارات ثانيه يطلبوا مني طبيب اجنبي ما يكون امريكي، لانه بدهم حد يسمع لهم ما بس انه يعاملهم كمجرد رقم يعني. ايضا دكتور، معا في ظل خبرتك وتجربتك الطويله في هذا المجال، ما هي ابرز الصعوبات التي واجهتها لو سمحت؟ هلا الصعوبات بالبدايه غالبا مثل ما ذكر الدكتور مشهور هي اللغه. وهسه عندنا هون بفرنسا اصعب، لانه انا كنت دارس انجليزي بسوريا، فلما طلعت لهون كان لازم اتعلم اللغه الفرنسيه. هذه نقطه مهمه، لكن لابد منها وبعدين بتعود الطالب يعني. من الناحيه العلميه الحقيقه ما كثير تعذبت انا شخصيا، لانه والحق يقال انه مستوى التعليم اللي في الجامعات السوريه كان بمستوى جيد جدا. يعني انا بذكر اول امتحان معادله عملته بفرنسا كان بعد اقل من سنه من جيتي لهون. وكانت لغتي ضعيفه، فلما اللجنه عم تسالني اسئله تعذبت شوي باللغه، بس كنت اتذكر يعني صرت جاوب من ذكرياتي من محاضراتي في كليه الطب بجامعه تشرين. فرئيس اللجنه سالني هالسؤال، قال لي انت وين دارس؟ قلت له انا دارس بسوريا بمحافظه اللاذقيه. قال لي انتم ما بتدرسوا الطب بالانجليزي؟ قلت له لا بالعربي. قال لي بالعربي كل شيء وعندك كل هالمعلومات؟ قلت له ايه عندنا كل شيء وعم ندرس. فبذكر لحد الان قال لي معلوماتك الطبيه ممتازه،
ولكن طبعا اللغه لازم تحسينها. طيب هي المعلومات الطبيه اللي انا كانت عندي منين؟ كنت من سوريا. صحيح يعني صحيح. فهذه نقطه لازم. ليش لما بيتسالوا الناس انه ليش الطبيب السوري يعني الدارس بسوريا لما عم يسافر دائما يكون مميز من الناحيه العلميه، طبعا بغض النظر عن الناحيه الاخلاقيه والتفاني بالعمل والى اخره، هي نقطه كمان مهمه. لكن في الناحيه العلميه، طيب نحن ليه؟ لانه في عندنا تاسيس بجامعاتنا كان ممتاز، وهي نقطة أنا بقول لهم إياها حتى للطلاب اليوم. نعم، على كل حال نحن دكتور معا فينا نسأل دكتور مشهور هلا إذا كنت شاطر بالجامعة أو لا، بما إنكم أنتم يعني أنتم ما تنتميان لذات الدفعة في الجامعة. كنا نتنافس دائما، كنا من العشرة الأوائل. لازم يكونوا نفس الفئة العلمية لأنه حرف الميم. هلا بنسأل دكتور مشهور بعد شوي. تفضل تابع. على فكرة تعقيبا على كلام الدكتور معا، نحن بندين بالفضل لاساتذتنا، كان فعلا عندنا كادر طبي رائع جدا، وفعلا كان يعني في اطباء فعلا كانوا سابقين عصرهم، يعني وكان يعطينا المعلومات بشكل ممتاز. انا بذكر لما اجينا مثل يعني فحص معادله الشهاده، بعتقد معظم الاطباء ما احتاجوا كثير، لانه يعني بالاضافه يعني معظم الاطباء عندنا كانوا غزونا بالمعلومات الصحيحه. وطبعا بخص الذكر عميد كليه الطب البشري المرحوم الدكتور زهير حلاج، اللي فعلا كان سابق عصره وكان خبير منظمه الصحه العالميه، واعطانا معلومات رائعه جدا. انا بذكر ما احتجت اعمل اي تحضير لاجتياز امتحان السريريات بناء على المعلومات اللي اعطانا اياها. صحيح، يعني على كل حال الشهادات السوريه والتعليم السوري يعني تتميز بسمعه جيده عالميا. تفضل تابع دكتور معا لو سمحت. ايه لا، ما قال لك انه كنا نتنافس بالكليه، من الاوائل كنا اثنيناتنا. جميل. الحمد لله. مهم ايه يعني انا هي نقطه لازم. انت عم تحكي عن اسم البرنامج جذور، يعني ما فينا ما نرجع لجذور تعليمنا واسس تعليمنا. الحقيقه كان بجامعاتنا ممتاز جدا، وبعتقد لحد الان المستوى مقبول جدا يعني الخريجين. يعني هاي النقطه من ناحيه العذاب. هلا انا اذا بتسمحي لي او بعد شوي بنحكي فيها، لانه في امور مهمه حكاها الدكتور محمد بغض النظر عن الاختصاص، هو عن الخدمات الطبيه اللي عم تقدم اليوم بسوريا. ما بعرف اذا بتحبي نحكي هلا ولا بعد شوي. نحن سنتناول هذا تحديدا في جزئيه اخرى يعني في خضم هذه الحلقه ومن خلالها، ولكن ان كنت انهيت الحديث حول صعوباتك ننتقل الى محور اخر. تفضل. طيب دكتور محمد، اليوم يعني اختصاص الاورام كما ذكرت بلا شك تاثر بالحرب بتداعيات بالعقوبات وبالحصار. اليوم كيفيه اداره الازمه من خلالكم، او ان كنت تريد ان تتحدث كمشفى بيروني او حتى بشكل عام؟ تمام. هلا نحن لما عم نكون عم نحكي على موضوع الحرب وتاثيراته، فنحن اكيد عم نحكي لازم نحكي على في قطاع صحي تاثر بهذا الشيء، وبالاخص قطاع العلاج الورمي او العلاج الاورام. هلا نحن بالنسبه لنا كمشفى البيروني يعني بالمبدا العام يوجد لدينا حوالي 9 شهداء و65 جريح. هي من اول التضحيات اللي قدمها القطاع الطبي بمختلف اختصاصاته. نحن عم نحكي على انقطاع العديد من الاجهزه، انقطاع العديد من الادويه، انقطاع العديد من الخدمات الطبيه بسبب ظروف الحصار الجائرة على بلدنا الحبيب. هلا نحن هذا الشيء في حلول معينة كانت عم تكون، أو خلينا نقول خلية إدارة أزمة، في أشياء قد تكون علمية أو خدماتية عم نقدر نحاول نسيطر عليها أو نرممها أو يعني نخفف هذا تماما الالتفاف على صعوبة تأمينه. لكن أكيد الظروف عم تكون في بعض الأحيان أصعب منك. صحيح. فأنت بالنهاية عملك ضمن هذه الظروف الجبارة فهو شيء يحسب لك ويرفع له القبعة. أنت عم تحاولي تقدمي لتاريخ اليوم هذا العلاج بالكامل بشكل مجاني، شيء لا يقدمه أي دولة حتى من الدول الأوروبية أو الدول الغربية، وكذلك حتى على مستوى دول الجوار. اليوم أصبح كل الوضع بالنهاية التأمين الطبي والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي هو اللي عم يقود هي المنظومة. لكن نحن اليوم عم نحكي على دعم حكومي حقيقي لدعم هذا المجال في علاج الطب الأورام بشكل أخص. جهود كتير كبيرة. عرفتي كيف؟ أنت اليوم عم تعملي ضمن هذا المجال، فهذا الشيء عم يكون في له يعني خليني أقول لك العلاقة مثل ما تفضلوا الدكاترة عم تكون علاقة اليوم صداقة مع المريض. أنت عم ترافقي المريض بهالرحلة، بدك تتحملي معه معاناته، آلامه، ظروفه الاجتماعية، ظروف سفره، ظروفه ومشقاته اليومية، بالإضافة لأنك تقدمي له المعلومة الطبية اليوم على صدر رحب. يعني ما فينك تعامليه إنه قديش هذا الوقت الزمني اللي بدي أقابلك فيه أو عينك فيه، بده المريض
رح يمرق لعندك كذا مرة خلال الشهر، كذا مرة خلال الأسبوع. بدك تكوني أنت مستعدة لتقديم أي مشورة علمية أو أي خدمة ضمن إمكانياتك بهي الأوضاع الصعبة. أود فقط لأنك ذكرت جزئية جدا مهمة دكتور مشهور، ماذا عن طب الأورام في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هو مجاني كما في سوريا؟ أطلعنا لو سمحت أو حطنا في صورة هذا الطب ولو باختصار لو سمحت. اطلاقا. في الولايات المتحده الامريكيه باستثناء بعض المشافي الحكوميه للمحاربين والقدماء الطب غير مجاني على الاطلاق، الكل متعلق بالتامين. طبعا الناس اللي ما عندهم اي نوع من الدعم الصحي والتامين في شيء اسمه الميديكيد اللي هو بيغطي الناس اللي ما عندهم اي دخل على الاطلاق او دخل محدود جدا جدا. الناس فوق ال 65 سنه طبعا هي الشريحه الاكبر اللي عندها الاورام. في شيء اسمه الميديكير اللي هو كمان يعني برنامج حكومي ممكن عفوا بس برنامج حكومي فقط لمنع يعني لمنع انه المريض ما يكون عنده اي جانب تغطيه. طبعا كل شيء عنده عمل، معظم التامين مرتبط بالعمل. فالعلاج الاورام طبعا يعني ما بيجينا مريض ممكن انه ما يتعالج على الاطلاق، هذا امر ممنوع. يعني اي مريض بيدخل على مشفى لازم يتامن له كل شيء حتى لو ما عنده. طيب ماذا عن فرنسا دكتور معا؟ ما وضع الطب الاورام وهل هو مجاني او يقدم بصوره كما تحدث الدكتور مشهور؟ للحق يقال بفرنسا في نظام صحي، نظام صحي عام. هذا النظام بيغطي كل الفرنسيين وكل المقيمين على الأراضي الفرنسية. لكن النقطة المهم بغير النظام الأمريكي، النظام الأمريكي عندهم شركات خاصة تأمين. هم بفرنسا السيكوري سوسيال بتأمن الناس بشكل جيد جدا، وهي معروفة دائما. يعني فرنسا من الدول المتقدمة بهالمجال. لكن النقطة المهمة اللي لازم المستمع أو المشاهد يعرفها إنه هذا النظام والتغطية الصحية مكلفة جدا. القطاع الصحي هو قطاع مستهلك، على المواطن مكلفة، على المواطن والمستفيد والمريض، على المواطن وعلى المنظمة اللي بدها تدفع له. يعني أنا أعطيكي مثال بسوريا. هلا أنتم أخذتوا النظام بسوريا. أنا أيام زمان لما كنت بسوريا مثلا كان في تغطية صحية 100% للناس. مظبوط؟ صحيح. لا زالت طبعا. مريض الأورام بمجرد دخوله إلى مشفى البيروني وفتح إضبارة التشخيص هو يعالج بالكامل مجانا على الرغم من التكاليف الكبيرة. فهي النقطة المهمة اللي لازم نحن نركز عليها، انه رغم حكيتوا عن الظروف الصعبة والأزمة، انه ما زالت سوريا تقدم خدمات صحية مجانية، ليس فقط في مجال الأورام، يعني في كل المجالات ومنها الأورام، لأن هي من أهم أو من أغلى الكلفات. يعني أعطيك مثال بسيط. أنا من 4 سنين يمكن كنت بإجازة بسوريا، فاستشاروني لمريض طلع تشخيص مرض عصبي جيلان-باريه، الأطباء بيعرفوه. فأنا هي مجال عملي، مجال تنقيط البلازما بالبلازما فيريسز، الدكاترة بيعرفوها. أنا عملت المشروع بالمشفى عندنا، ضليت 3 سنين اشتغل تحضيري لحتى قبلوا معي، وهلا عم بشتغل عليها. عم بقول لهم بسوريا وقتها انه هذا المريض بده تنقيط بلازما فيريسز، والحقيقه كنت بتوقع انه لازم يروح على الشام اقله. فتفاجأت انه بجامعه او بمشفى تشرين الجامعي في باللاذقيه العلاج موجود، وحكينا مع الدكتوره واخذوه للمريض ومجانا. مجانا. وهي نقطه كثير مهمه. يعني كل جلسه بتكلف يعني فوق ال $1500 مثلا. طيب هي مين عم يتكلف فيها؟ ايوه. اذا نحن عندنا كان وما زال عندنا نظام صحي شامل، يعني ما في انسان اللي ممكن يتعالج يا بمشفى وطني، يا بمشفى عسكري، يا بمشفى جامعي. لك عندنا شيء اسمه الصحه المدرسيه، وهذه ما له شيء قليل. عرفت كيف؟ فهي انا حابب ركز عليها، انه هالنظام الصحي اللي عندنا ما له سهل تأمينه، ولازم نحافظ عليه، ولازم نكون نحن هون بقى ممكن ندخل بالحديث شو دور المغترب. صحيح. طيب بما أنك سألت هالسؤال رح خليك تجاوب. ما دور المغترب؟ تفضل. أنا برأيي دور المغترب في شقين. الشق الأول هو الشق المادي والشق المعنوي أو العلمي خلينا نسميه. هلا الشق المادي هذا موضوع الدولة بتحدده. يعني مثلا هل يمكن انه مثلا يصير نوع من التبرعات لصالح وزارة الصحة سنويا لكل مغترب على مبدأ مؤسسة التأمين؟
يعني نحن اليوم اي انسان مثلا دكتور مشهور بيعرف بامريكا مثلا بجوز يدفع مثلا $50 بالشهر تامين، ممكن اذا لا سمح الله مريض يدفعوا له 10,000. عرفت كيف؟ يعني على الكتره بصير المبلغ مهم. صحيح. ممكن نرفض فيه نحن وزاره الصحه، لكن يجب ان يكون الامر مقونا. يعني ضمن هذه اقتراح بسيط، لكن بده شغل من خلال الحكومه السوريه. نعم. النقطه الثانيه من الناحيه العلميه نحن جاهزين، وحكينا انا والدكتور مشهور وكثير من زملائنا الاطباء انه مستعدين نروح على سوريا اكثر من مره بالسنه للمشاركه، سواء بالاستشارات، بالعمليات، بالخبرات، على مستوى القطر. ممكن نعمل منصه الكترونيه. جميل. هلا اليوم تعرفي كل الناس هلا بنجي بنحكي فيها، اليوم كل العالم خصوصا الشباب عندهم قدره بالتواصل بشكل سهل جدا. يعني تسخير مواقع التواصل الاجتماعي اليوم لخدمه هذا الهدف النبيل بلا شك. طبعا. وبتعرفي اليوم مثلا باوروبا نتيجه الكورونا، ازمه الكورونا، نحن اعتمدنا على ما يسمى التليميدسين او الطب عن بعد. يعني مثل ما هلا انا وانت عم نحكي، انا بمقابله بيجي المريض بيكون ببيته وانا بعيادتي. صحيح. بعمل له استشاره عن طريق التواصل. هلا هاي الاستشاره بجوز تقولي لي طيب ما أنا كافيه، اكيد، لكن ممكن تخفف او تقدم مساعدات على الاقل لثلث او ربع المرضى او يعني على العكس دكتور معن هي ليست فقط كافيه، وعلى العكس يعني تشكل نقطه وحجر زاويه للبدء. يعني هذا ما نتحدث عنه. يعني نحن دائما لا نتحدث عن تشاركيه بمشاريع ضخمه، وانما دائما يعني كل شيء ينفع، خاصه ان نبدا. يعني المهم ان نبدا باي خطوه على ارض الواقع، هذا هو الاهم. يعني نحن اليوم اذا بتسمحي لي، اذا معي 30 ثانيه، نحن اليوم مثلا كثير سواء انا ولا الدكتور مشهور او كل اصدقائنا، ما في واحد مننا الا يوميا بيتلقى عن طريق الواتس مثلا اخبار كامله من سوريا لشخص بتعرفيه او ما بتعرفيه عن طريق صداقه، نعطي راينا الى اخره. ليش يا ريت نقدر ان نحن ننظم هالامر ضمن منصه واضحه وواحده للجميع. نعم، هذه دعوه من برنامج جذور اليوم الى وزاره الصحه وكل المعنيين، ويعني مشفى البيروني ايضا ممثله بالدكتور محمد الى انشاء هذه المنصه الالكترونيه، وانتم ايضا يعني دكتور معا لكم دور بانشاء هذه المنصه الالكترونيه وتقديم الاستشارات، ويعني تكون ربما حجر زاويه كما قلنا لي يعني ربما فعاليات اكبر. ايضا دكتور مشهور، يعني اود ان اكرر السؤال، ما دور المغترب، او هل فكرت يعني على صعيد شخصي ان تقدم خبرتك الى الوطن، وكيف كانت، وما هي طموحاتك وما هي افكارك وربما يعني مبادراتك على ارض الواقع؟ يمكن وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي كانوا ينظموا مؤتمرات سنويه بالتسعينات وحتى قبل الازمه بفتره 2000 ل 2011 كان في مؤتمرات سنويه، كان الاطباء من جميع انحاء الولايات المتحده الامريكيه ينزلوا يقدموا محاضرات، نعمل عيادات تخصصيه، استاجات، حتى عمليات جراحيه كانت تعمل قلبيه وقسطرات، وننزل ادويه وننزل معنا كل المعدات الطبيه اللازمه. وحتى كان في فكره انه انشاء مشفى تخصصي بعيادات مختلفه في جميع انحاء سوريا لحتى وقفت الازمه وقفت هالمشاريع هدول. طبعا هذا المشروع ان شاء الله الامور بتعيد بالبلد للوضع الطبيعي، وهذا المشروع ما زال قائم بذهننا نحن كل الاطباء السوريين الموجودين بامريكا، وان شاء الله يعني حلمنا كلياتنا انه يتحقق على ارض الواقع، وانه هذا جزء يسير نرده للوطن وللمواطنين اللي علمونا واللي كانوا طبعا عم يقدمونا كل الامور اللي ساعدتنا نصير نوصل للمرحله اللي نحن فيها الحين. فهذا امر طبعا بشكل مرحله هلا حاليا. الدكتور معن ذكر نحن بشكل ذاتي، انا بشكل يومي بيجينا استشارات عن طريق الواتساب وعن طريق الثاني طبعا بشكل شخصي عن طريق المعارف والاهل او ناس ثانيين مثلا عن طريق زملائنا. ممكن هذا الامر يتنظم، يصير فعلا منظمه يكون بشكل منصه الكترونيه، ممكن بتنعمل عن طريقنا وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي، بحيث انه الاستشارات تنعطى يصير تواصل مع الاطباء المقيمين بسوريا، الاطباء الاورام بسوريا، او مع المرضى نفسهم بشكل ينعطى انه كاستشاره ثانيه، لانه معظم المرضى معظم الحالات اللي بتجينا الاطباء السوريين عم يشتغلوا على البروتوكولات العلاجيه العالميه، يعني ما شفت ولا مره اجاني استشاره والطبيب ما متبع النظام العلاجي. المشكله انه بسبب ضغط العمل وضغط الوقت المريض احيانا والاهل ما اخذين الوقت الكافي للاجابه عن جميع تساؤلاتهم، وحتى ممكن يشوفوا الدكتور ثاني ويدخلوا بمتاهه
الالكتروني. معظم الاحيان بيكون دوري انا شرح حالتهم للتشريح المرضي، وحتى تطمينهم انه الخطه العلاجيه خطه مضبوطه وطريقه المتابعه. فيعني يعني ممكن يصير نوع من التعاون هو حتى استشاره ثانيه، لانه كثير من المرضى احيانا بيسالوا انه دكتور ممكن نجيب المريض انا تبعي على الولايات المتحده الامريكيه، وانا بقول لهم انه نفس العلاج رح تاخذه بسوريا رح تاخذه. يعني هذا تحديدا كنا نتناقش مع الدكتور محمد قبل الهواء ان البروتوكول العالمي اليوم سوريا تتبعه في المعالجه، وبالتالي بحاجه الى السفر. هلا في حالات معينه مثلا انا طبعا من تجربتي الشخصيه كان في مثلا سايبر نايف مثلا او بالحاله جاما نايف ما كان موجوده بسوريا وكان غالي جدا بالمناطق المحيطه، واضطريت بهالحاله اجيب حدا من عائلتي اللي عندي الولايات المتحده لتطبيق العلاج هون. وطبعا بعتقد انه هالامر يمكن عم يتحسن وعم يتوفر يمكن جزء من مجهود شخصي من بعض الاطباء. فما عمل لك يعني عم يتبع البروتوكولات العلاجيه. ممكن نحن كاطباء دورنا لما المريض مثلا ياخذ استشاره وحب انه يعمل مثلا انه تاكيد التشخيص او حب يحكي مع دكتور ثاني، ممكن الاطباء بالمهجر ممكن يكونوا هن هالمنصه اللي ممكن يحكوا مع الطبيب او مع المريض نفسه، يشرحوا له الحاله المرضيه ويأكدوا له الخطه العلاجيه مضبوطه. طبعا العلاج والدور الاساسي هو للطبيب المعالج في سوريا، يعني هذا تحديدا هدفنا من المنصه الالكترونيه اليوم تحديدا. تماما هو الدور الاساسي للمريض للطبيب، ويفترض انه يكون الاستشاره عن طريق الطبيب نفسه يعني ما بشكل اعتباطي. فهذا احد الادوار اللي ممكن نعملها. فوجود المنصه الالكترونيه كثير مهم. طبعا نحن باجازاتنا وحتى ممكن بالمؤتمرات اللي تصير بسوريا ممكن ننزل، ممكن نعمل مثلا ورشات عمل، ممكن نشوف حتى استشارات خاصه ضمن هونيك. بس طبعا الاستشارات على مدار السنه ممكن تصير حتى عن طريق التيلي ميديسن، يعني حتى صحيح. هون بالامريكان بنعملها، وحتى هون ممكن المريض نفسه يطلب عده استشارات ونشوف المرضى بنفس الطريقه. يعني فهي طريقه من التواصل. ومثل ما حكى الدكتور معن كمان، يعني ما حدا منا يمكن من الاطباء المغتربين ان المنفوت على البلد بكل حب ممكن انه اذا في صندوق ائتماني او صندوق تبرعي للنظام الصحي كلنا بنكون سعيدين بنتبرع له. وانه خاصه يعني مثلا مشفى البيروني يكون موجود او تابع وزاره الصحه وزاره التعليم، يعني هذا الامور اكيد ما رح يكون في اي مشكله. نعم. أيضا دكتور محمد، قبل قليل كنا نتحدث في سياق التحضير للحلقة، حضرتك عضو مجلس إدارة الرابطة السورية لأطباء الأورام، أيضا يعني لكم فعاليات تشاركية في هذا الإطار، حدثنا عنها لو سمحت. وخليني أحكي لك كمان على الدور، ومشكورين الأطباء الزملاء على مبادراتهم واقتراحاتهم، وهي أقرب إلى الشيء الواقعي اللي ممكن يتم تطبيقه يعني. خليني اقول لك هلا نحن الشيء اللي عم يصير من عندنا من خلال موضوع التشاركيه، هلا اي شيء يخص المشافي الحكوميه سواء المشافي التابعه لوزاره الصحه او وزاره التعليم العالي والبحث العلمي هو يحتاج فيه الى قرار وزاري وقرار سيادي يعني بهذا الموضوع. اما على مستوى في شقين، مستوى المبادرات الفرديه او المبادرات الخاصه بين الاطباء وبين الزملاء من باب الاستشارات، من باب الدعم المادي، من باب فهذا شيء موجود على مستوى المراكز الطبيه الخاصه، العيادات الخاصه، التواصل المباشر بين الأطباء الزملاء مع بعضهم، أو حتى ممكن المرضى الذين تربطهم علاقة مع أطباء بالمقيمين خارج سوريا. لكن نحن في نقطة تفضل فيها الدكتور مشهور، هي موضوع المؤتمرات. هلا يعني بقيت المؤتمرات أو جزء من المؤتمرات على شكل مؤتمر سنوي. هلا هي المؤتمرات أو النشاطات التشاركية غالبا عم تكون تحت لواء نقابة الأطباء، نقابة أطباء سوريا المركزية. نقابة الأطباء تضم العديد من الجمعيات والروابط المختلفة التخصصية. يعني على سبيل المثال يوجد مؤتمر سنوي يتم إقامته بشكل سنوي خاص للأطباء السوريين في المغترب، يقوموا فيه بالحضور بإجراء محاضرات. هو تقريبا يعني عم يكون بحدود بنهاية الصيف بالشهر الثامن، عم يتم إجراءه بشكل سنوي يعني بالعديد من المختصصات الطبية طبعا، وعم يتم التواصل مع الأطباء اللي ممكن هن عم يكون عندهم يعني نزلة على سوريا أو عندهم إجازة أو كذا أو شيء، لا إعطاء بعض المحاضرات. وإلي تجربة كمان بهذا المؤتمر مع العديد من الأطباء. على مستوى الروابط المختلفة عندي تجربتين شخصية. على مستوى الرابطة السورية عندنا لأطباء الأورام دائما في عندنا مساحة أو خلينا نقول فيرتشوال ميتينج عم يكون مع الأطباء السوريين بأمريكا أو بأوروبا حول العلاج بالأورام، سواء كشكل محاضرات علمية عم تكون بالفيرتشوال أو حتى على موضوع التيلي ميديسن، وكذلك على مستوى الدعم
خليني اقول لك المادي، وليس المقصود فيه الدعم المادي، وانما ممكن تكفل ببعض الحالات التشخيصيه، ببعض الحالات العلاجيه، ببعض البروتوكولات العلاجيه، حتى ضمن التشخيص باجراء التحاليل الطفرات او تحاليل المورثيه. فهذا بجهد خاص من ضمن الاطباء بالتعاون مع الروابط. عم يبقى الموضوع العلمي اللي تفضل فيه دكتور معن هو اكيد يعني متاح، وبالعكس نحن مشجعين كونه اليوم المدارس هي عم تكون المدارس التعليميه اما اوروبيه، وخصوصا انه المدرسه الفرنسيه هي تعتبر المدرسه الاقوى، وكذلك المدرسه الامريكيه، وخصوصا من ناحيه NCCN جايد لاينز كبروتوكولات العلاج الورمي. وحاليا عم يتم وضع البروتوكولات بالتشارك مع الاطباء ضمن الولايات المتحده الامريكيه لوضع بروتوكول علاجي. مثل ما تفضل مريضك ما عاد يسالك انا اذا سافرت او اجيت يعني او بقيت، طبيب الاورام المريض بده يكون يتلقى يعني اول نفس شيء البروتوكول. بفكر اليوم انا بدي اسافر لبرا، بيقول لك انا افضل اتلقى رعايه، اتلقى طريقه علاجيه افضل. لا، لما عم نوحدها لهالطرق العلاجيه عم يكون يعني المكسب مع المريض باستقراره. دكتور محمد، علاج الاورام بسوريا يتبع لبروتوكول عالمي، طبعا البروتوكول عالمي ضمن مدرستين اساسيه، المدرسه الامريكيه والمدرسه الفرنسيه، وانما العام الحالي هو منظومه NCCN الامريكيه، هو الجايد لاينز العالمي اللي عم يقودنا حاليا بوضع البروتوكولات. حتى دائما عم نعمل ورشات بروتوكولات بالتعاون او باشراف اللجنه الوطنيه للتحكم بالسرطان حول اهميه وضع بروتوكولات للعلاج الشعاعي والعلاج الدوائي تحت هذه المظله العالميه. بروتوكول موجود، ولكن دائما نسال بحكم العقوبات والحصار على سوريا، الادويه موجوده، الجرعات موجوده، مستلزمات العلاج. خلينا بس نركز على نقطه معينه. للاسف نظام الدواء او استجرار الدواء هو استجرار مركزي عبر وزاره الصحه بالتنسيق مع فارمكس اللي هي المؤسسه السوريه للتجاره الخارجيه، حول المشافي عم تقدم حاجتها السنويه من الادويه بمختلف مسمياتها ضمن البروتوكولات المنصوصه ضمن وزاره الصحه. عم يتم رفع الاحتياج السنوي، هذا الاحتياج السنوي يتم جمعه من قبل وزارة الصحة بمختلف المشافي الحكومية ومختلف المشافي الوطنية. عم يتم رفض هذا الشيء بإجراء مناقصة علنية حول هذا الموضوع. هلا هناك العديد من الشركات الأوروبية أو الغربية ما عاد قدمت بسبب ظروف الحصار، بعد ظروف العقوبات. هذا الشيء ادى الى انخفاض او شوي خلينا نقول الكواليتي من المعالجه، لكن نحن كمان على مستوى الدوله السوريه حاولت تلاقي حلول بديله من الدول الصديقه او الدول الداعمه والمانحه. لو ما كنا نحن عم نستخدم الدواء الاجنبي، لكن انت مجرد عم تستخدمي نفس الاسم العلمي او نفس الصنف الدوائي حتى لو من غير شركات اخرى، لكن المهم بحد ما هو تأمين الدواء. صحيح. المريض اليوم بحاجة إلى تأمين الدواء وأنه يأخذ الخطة العلاجية وليس بحاجة إلى أي شيء آخر، وجوده أو توافره حاليا هيك. ونحن خليني أقول لك حاليا يعني أمام يعني مستقبل شوي باهر خلينا نقول بهالفترة والفترة المقبلة أيضا، حيث أن منظومة العلاج الشعاعي تطورت جدا لدينا بمشفى البيروني بجهود من اللجنة الوطنية وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إدارة مشفى البيروني. تم وضع 3 أجهزة جديدة تحت الخدمة خاصة للعلاج الشعاعي في مشفى البيروني، بالإضافة للأجهزة القديمة اللي كانت موجودة واللي عم تخدم عدد كبير من المرضى. حوالي 8 أجهزة للعلاج الشعاعي أصبحت متوافرة وبشكل مجاني وضمن التقنيات اللي كان عم يتفضل فيها الدكتور مشهور. قسم منها تم تفعيله، وقسم الثاني تواجد كتقنية من تقنيات الجهاز قيد التدريب، لأنه أنت كمان تحتاجي إلى كوادر بشرية. صحيح. كوادر علمية مؤهلة، ما فينك فورا تفوتي التقنية الحديثة، تحتاجي تدريب. أيضا الأطباء والممرضين وكوادر الفنية الشعاعية والفيزيائيين تحتاج إلى تدريب ودورات تدريبية، وهذا الشيء بده يستهلك كثير من الوقت، لكن بالنهاية المهم أن نصل إلى تقديم هذه الخدمات عندنا. جميل. عند دكتور مشهور كما تحدث الدكتور محمد بخطى ثابتة تسير سوريا وخاصة القطاع الصحي نحو التعافي بشكل طبعا. كامل، ويعني عندما يتكلم أهل الاختصاص فالكلام يكون مبني على براهين وأدلة. ولكن أود أن أسألك كدور اليوم طبيب مغترب، هل بالفعل يطلع هذا الطبيب المغترب بدور بكسر العقوبات أو الالتفاف عليها أو التخفيف منها قدر الإمكان، كونها دائما تستهدف المواطن السوري ليس بلقمة عيشه وإنما بحبة الدواء؟ مثل ما الدكتور محمد تفضل، انا لي تجربه شخصيه كمان بسوريا بمعالجه الاورام، وطبعا كان طبعا المشافي الحكوميه كانت تشكر جدا جدا، كانت توفر كل ما يمكن. لما بنقول في بروتوكولات علاجيه طبعا ما يعني انه تقيد بدواء معين، انضم البروتوكولات العلاجيه الى عده خيارات وممكن ادويه تحل محل ادويه، فهذا ممكن من الامور اللي ممكن يعملها. طبعا في ادويه جديده بتكون ادويه مناعيه كان من الصعب تامينها، وكان يحتاج الامر تامينها بطرق مختلفه، ادخال البلد بشكل مختلف.
بشكل شخصي للاسف الشديد يعني هي الطريقه الوحيده للتحايل على الموضوع، لانه ما لا يمكن استيرادها بسبب العقوبات. فكان ممكن تجي بشكل شخصي من بعض الاشخاص، او اذا طبعا بدك تاخذيها ما فيك تبيعها عن طريق البريد، عن طريق اشخاص معينين نازلين على البلد. طبعا الادويه الجديده اللي بيسموها التارجت ثيرابي هي احيانا بتكون منها حبوب. يعني انا لما كنت انزل على سوريا كنت احاول انه اذا اجاني سامبلز او هيك شيء اخذها معي، وحتى خاصه الادويه الهرمونيه وغيرها، بحيث انه ممكن اقدمها للمرضى، اقدمها للعيادات، اتبرع فيها للمشافي التخصصيه. نعم. مع كل الناس اللي كنت احاول اعمل بهالشكل هذا. وطبعا كثير يعني بيكون ناس ناطرين مثلا على جرعه مثلا مثل السانتوستاتين وغيرها، يعني الجرعه $2000 مثلا او $3000، وعندنا يمكن اذا ما في ورم ما بتتقدم، بينما اذا الاوراق سليمه لا يمكن صرفها. فمن تجربتي الشخصيه يعني كان بالحالي احاول انزل معي ونتبرع فيهم للمراكز الصحيه وهيك امور يعني. فهي احدى الطرق. للاسف الشديد ما في يعني كثير في حصار من ناحيه انه ارسال الادويه او التعامل مع شركات الادويه، لانه شركات الادويه بتخاف انه تنحظر اذا يعني خاصه انهم يعني عندما يتحدثون عن العقوبات يقولون انها لا تتضمن الغذاء والدواء، ولكن دائما عندما نتحدث عن الواقع يكون الواقع مختلف. المشكله انه بيقولوا هيك، بس اليات الدفع بالدولار، ولما يكون في حظر اليات الدفع غير موجوده. حتى لو ما في حصار على الغذاء والدواء بهالحاله ما يتضمن لا الغذاء ولا الدواء. يعني هذا كلام فاضي. يعني اللي قال انه استثناء الغذاء والدواء هذا كلام يعني مردود عليه اكيد. صحيح. والحصار موجود على كل حال. ومع ذلك للاسف يعني الاساليب بالتحايل على الحصار هي اساليب شخصيه وغير منظمه على الاطلاق. طبعا الدكتور محمد عواك بس يعني كمان جانب ثاني، وانا بعرف انه المشفى البيروني عم يمر كمان ابحاث علميه، وانا تعاملت مع اطباء بمشفى البيروني لتجربه بالتعامل بالبحث العلمي، وحتى نشر مناقشه او تفنيد بعض الرسائل والنشر. تعاملت مع الدكتور ماهر سلمون بنشر عده ابحاث. كثير كان جميل. نشيط الدكتور ماهر، يعني رغم مشاغله كان بيحب البحث العلمي وبينشط. كمان الجانب اللي لازم نذكره الابحاث العلميه بالجامعات. انا بعرف تجربتي من جامعه تشرين. فعلا انا يعني كل تقريبا شهر او ثاني في طلاب دراسات العليا وطلاب الطب البشري تحت اشراف الدكتور القدير زهير شهابي عم ينشروا مقالات وابحاث رائعه جدا من مجلات علميه مرموقه، رغم الحصر ورغم المعوقات ورغم محدوديه الامكانيات. ففعلا يعني انه بس عندنا الاطباء والنظام الصحي اللي عندنا بحاجه الى مجرد دعم خفيف وتذليل بعض العقوبات. ففعلا يعني ممكن استفاده التجربه السوريه كانت تجربه رائده. صحيح. والناس كانت تجي على سوريا للعلاج من كل انحاء الوطن العربي باستمرار. ولحد الان وبعرف انه لحد الان بيجوا يستفيدوا من الخبرات ومن الامكانيات الموجوده ومن تكلفه العلاج الضئيله جدا مقارنه بالدول المجاوره. نعم. ايضا دكتور معن، يعني كيف تستطيع انت كطبيب سوري مغترب اليوم ان تتحمل ربما يعني جزء من المساعده في تخفيف عقوبات معينه وفي تحدي الحصار الجائر المفروض على يعني كل الشعب السوري؟ بهالموضوع بالذات هو موضوع صعب جدا. لكن بده يكون كل انسان ينطلق من ذاته. صحيح. يعني ما في حدا مننا هون الا عنده يعني قبل كل شيء عائله وقريبه او بعيده واصدقاء. يعني مجرد اذا كل شخص بيساعد عائله او اثنين او ثلاثه سواء على الصعيد المعيشي ولا على الصعيد الطبي، اكيد هذا بيساعد كثير الناس الموجودين هونين. هذه نقطه للناس. اما نقطه ما يتعلق بتامين الدواء، يعني مثل ما قال الدكتور مشهور، نحن ما في واحد مننا بينزل على سوريا الا شنطه يعني بتكون معبايه ادويه، واحيانا على الحدود بيسالونا لمين وكيف وليش، لكن يعني عم يمشي الحال وبناخذها للناس. وصدقيني ما كل الادويه اللي عم ناخذها مثلا لاهله بس، لا اصدقاء لا جيران لا الى اخره. فهذه الانطلاق الذاتي هذا شيء مهم جدا، وبعتقد هذا موجود. هلا بيضل على مستوى التعاون الدول. بعتقد المغترب كشخص ما قادر يعمل شيء الا اذا كان في عمل مشترك. عمل مشترك هي من الناحيه الماديه. هلا من الناحيه العلميه استفاضوا الدكاتره. دكتور انا انبسطت كثير بحديث دكتور محمد انه رغم الازمه اليوم، وهذا كنت عم اكد عليه في البدايه. صحيح. واهميته انه في علاج بسوريا وعم يعالجوا يعني السرطانات او الاورام بشكل عام، لانه هي مكلفه جدا. يعني نحن بناخذها كمثال، تكلف يعني اكثر من غير بقيه الامراض.
لكن كل الادويه موجوده تقريبا. بجوز يعني الموضوع هو الامكانيات بضل. من الناحيه اللي حكينا انا موضوع المنصه الالكترونيه يعني كثير مهمه لتقديم الاستشارات والتواصل بين الطبيب الاخصائي ضمن سوريا مع الطبيب الاخصائي سواء كان في امريكا او بفرنسا. من ناحيه التطبيق العلاج انا عندي ثقه تامه بالطبيب السوري، لانه اذا انا طبيب سوري هاجرت يعني مشي حالي، اكيد الطبيب موجود بسوريا مثلي وبجوز حبه مثل ما بيقول المثل يعني. نعم. فما المريض يطمن ما عنده مشكله بالمتابعه ضمن البلد، المريض يطمن انه البروتوكول العلاجي خطه العلاج اليوم ما بعد في مثل ايام زمان كل طبيب والله انا برايي هيك. ما في شيء اسمه راي. حكى كلمه كثير مهمه الدكتور محمد وركز عليها الدكتور، هي الجايد لاين او الجايد لاين. الجايد لاين هي شو هي؟ هي عباره عن مؤسسات عالميه وخصوصا بامريكا. يعني شو مؤسسه؟ بيجتمعوا احيانا 5000 اخصائي من العالم كله. نعم. يعني الشغله ما انه والله 2 أو 3 بيقرروا مثلا للورم الفلاني الخطه اليوم 1 2 3. طيب هاي بالضبط هاي عم تطبق بسوريا مثل ما عم تطبق بامريكا او بفرنسا. صحيح. لذلك المريض ما في داعي يتعذب ويحمل حماله وياخذ شنطه ليروح يتعالج، لا يترك امكانياته يحطها مشان يعني يستخدم الدواء بسوريا. هاي نقطة كثير مهمة. نعم. أيضا يعني بما تبقى لدي من وقت دكتور محمد، مجال البحث العلمي على أهميته تحدث الدكتور مشهور يعني دور له في ذلك. ماذا عن البحث العلمي وأهمية أيضا استثمار الخبرات في ذلك بما له من قيمة اليوم في القطاع الطبي؟ هلا اليوم موضوع البحث العلمي هو موضوع يعني كبير جدا، ما فينا نختصره بجانب بسيط من الوقت، لكن نحن خلينا نقول اليوم هي موضوع الرسائل، سواء على مستوى الرسائل الأكاديمية، رسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه، وكذلك حتى الأبحاث أو خلينا نقول البيبرز، يعني أو ورقة البحث اللي ممكن عم نساهم فيها بنشرها ضمن مجلة عالمية، ضمن موقع عالمي، نتيجة دراسة، نتيجة تجربة محلية، تجربة وطنية، عم يكون في مساهمة بهذا الشيء. هلا نحن مثلا حتى على مستوى خلينا نقول المشفى ومستوى الروابط عم يكون فيها عملية دعم لطلاب الدراسات من ناحية الماجستير أو الدكتوراه، حتى ممكن ببعض الأحيان على مستوى الروابط من موضوع الدعم المادي، أنه دعم مادي، كونه هذا الطالب بحاجة إلى دعم مادي معين لإجراء دراسته اللي هي ممكن يكون فيها استخدام دواء حديث أو دراسة مقارنة بين دواء ودواء آخر، فهون في عنده عينات وفي عنده تحليل العينات، فهو بحاجة إلى تقديم الدعم فيها. صحيح. وكذلك الدعم اللوجستي اللي هو تسهيل أخذه للعينات وتسهيل أخذه لأضابير المرضى وتصفح مقالاتهم وتصفح الأضبارة تبعهم ورحلتهم العلاجيه، كمان هذا كله يحتاج موافقه، فعم يكون في تسهيل كبير لهذا الموضوع. لكن عمليه انه يعني اجراء بحث علمي بشكل كبير عم تكون محدوده، لانه اليوم البحث العلمي من ضمن الدول الاخرى عم يكون في عندها ميزانيه كبيره جدا لموضوع البحث العلمي، هو موضوع امن قومي عم بيكون لهم يعني. لكن نحن عم نحكي على مستوى نشر اي بحث او نشر اي خبرة أو تجربة محلية، عم نحاول أنه نساهم فيها لو من ضمن الأطباء أو حتى من ضمن الطلاب، وعم نحاول نشجعنا على هذا الشيء. وعلى مستوانا الشخصي بضمن مشفى البيروني خلال آخر 4 سنوات شاركنا بحوالي 3 مؤتمرات مع قسم الأورام في 3 مؤتمرات ببيروت، وحصلنا على الجائزة الأولى والجائزة الثالثة بمؤتمرين على التوالي من ضمن رسائل طلاب الدراسات العليا وتقديمهم لأبحاثهم. وهذا الشيء لقى صدى خلينا نقول مبدئيا على المستوى الإقليمي، وإن شاء الله منه يكون انطلاقة إلى مستوى أعلى من ذلك. نعم. دكتور مشهور، يعني للأسف انتهى الوقت ولم يتبقى لدينا المزيد. دكتور مشهور، كلمة ختامية لو سمحت لمشاركتك معنا. شكرا كثير على المنصة. مثل ما حكيتي انه هي عبارة عن منصة مجرد تبادل الآراء ووضع اللبن بطريق المشاركة الأطباء المهجر، وتنظيم طبعا اللي ما نفعله بشكل شخصي ضمن اطار محدد، يعني ممكن تشاركي. وطبعا الخطوه كثير رائعه. طبعا انا سعيد كثير بالحديث مع الدكتور محمد عواك والدكتور معن، وبالذات الدكتور محمد عواك عنده خبره ضمن بالامور الطبيه وخاصه امور الاورام بسوريا، وبتمنى التقي فيه طبعا لما ننزل على سوريا، ممكن نتشارك ببعض الاراء، وبجوز نحط نظام محدد، يعني ممكن من خلاله نشوف المرضى سوا اذا بنحب نتشارك بالاراء. بانتظارك يا دكتور مشهور، نحن هنا في سوريا، وايضا والدعوه منا اكيد هي دعوه رسميه. نعم. ايضا دكتور، معا كلمه ختاميه لو سمحت.
أو طبعا لابد أشكر الإخبارية، أشكر زملائي وأشكرك شخصيا، وما ننسى كمان جهود السيدة سوزان اللي كانت على اتصال معنا باليومين ثلاثة المضوا، تعبت معنا كثير لنحضر هالحلقة، وإن شاء الله تكون بداية خير ونقدر يعني تكون ما مجرد حلقة وتنتهي يعني. صحيح. نستمر ونحن جاهزين لأي تعاون معكم يعني بقلب مفتوح. نعم. يعني بكون مبسوطين بالفعل يعني على امل ان يتم فقط يعني انشاء هذه المنصه الالكترونيه التي كما تحدثنا يعني وتحدثتم ضيوف الكرام هي جدا مهمه لتكون لبنه، لتكون تنظيم جهود شخصيه والمبادرات الفرديه التي تحدثنا عنها سواء علميه او ماديه، وبالفعل تصل الى اكبر قدر ممكن من المرضى السوريين الذين هم بامس الحاجه لهذا العلاج وهذه الاستشارات على يعني نتائج القطاع الصحي الطبي الذي يسير بخطى متعافيه كما تحدث الدكتور محمد. شكرا لكم ضيوفي الكرام، الدكتور مشهور يوسف وأنت من الولايات المتحدة الأمريكية، أخصائي في أمراض الدم والسرطان وزرع نقي العظم، وأيضا الدكتور معن يوسف من فرنسا، أخصائي بأمراض الكلية وارتفاع ضغط الدم واختلاطاته القلبية. والشكر أيضا موصول لضيفي هنا في استوديو جذور الدكتور محمد عواك، أخصائي في معالجة الأورام، معاون مدير عام مشفى البيروني. والشكر الكبير لكم مشاهدينا ولحسن المتابعة. هذه تحية من فريق العمل وعلى رأسهم زميلتي سوزان ديوب. نلقاكم الأسبوع المقبل، كونوا على الموعد.